بعد 30 عاما من الإخلاص وجد نفسه مطرودا في الشارع لأنه كان أمينا وبين يديه 100,000 جنيه يمكن أن تحمي مستقبل أبنائه. فهل يخون أمانته لينقذ عائلته؟ أم أن للقدر رأيا آخر؟ استمعوا لأعجب نهاية لقصة عمي صلاح مع وصية صاحب الشركة الراحل. آخر الشهر لم أكن أتصور أن شهادة وفاة صاحب الشركة التي عملت بها طوال 30 عاما الماضية هي شهادة وفاتي أنا أيضا. فبعد أن تولى ابنه هيثم مقاليد إدارة الشركة كانت أول قراراته التخلص مني وطردي إلى الشارع. فهو لم ينس ذلك الموقف القديم حين اكتشفت تحويله أموالا من حسابات الشركة إلى حسابه الخاص دون علم أبيه، وطلب مني عدم إخباره، وأنا لم أقبل إلا باطلاع أبيه من باب الأمانة. وها أنا أدفع ثمن الأمانة. ماذا أفعل؟ ولدي الكبير في كلية الطب يحتاج إلى مراجع باهظة الثمن، وابنتي أرادت ملابس جديدة، وولدي الصغير تنتظره دروس الثانوية. يا إلهي، دوائي ودواء زوجتي. لقد أصبحت بلا تأمين صحي. لم أشعر إلا وأنا واقف أمام البنك. هنا وضع صاحب الشركة الراحل أكثر من 100,000 جنيه باسم خارج حسابات الشركة لأصرف منها على أموره في غيابه. قلت لنفسي: هذا الثمن حقي وحق أولادي. يا لها من فرصة سانحة. صرفت المال وانصرفت، ولكني أصبحت أتعس من مجرد عاطل. لقد أصبحت خائنا ولصا. صرخت في داخلي: لا، لن تنهزم عزتي. خير لنا الخبز الجاف من كد يدي من كل ما لذ وطاب من إثمي. دخلت على هيثم دون استئذان، وضعت المال أمامه وحكيت قصته، وهممت بالخروج وأنا في قمة الفخر وشدة الحزن، ليوقفني نداؤه المليء بالأسى: انتظر يا عم صلاح. التفت إليه فإذا به يمد يده بورقة كانت خطابا من أبيه يقول فيه: ولدي العزيز، أعرف أن أول قراراتك هي طرد عمك صلاح. أعلم يا بني أنك الخاسر إن لم يعد إليك مرة أخرى، ولكن إن عاد، وهذا ظني به، فسوف يعود ليعطيك درسا قاسيا. حينها أعطه الشيك المرفق، فقد كان رفيق دربي. أجهشت في البكاء، واحتضنني هيثم بقوة وهو يردد: أنا آسف يا عم صلاح. أعطاني الشيك فوجدت فيه مبلغا يكفيني لأكمل باقي عمري في عزة. لقد ودعت أيام آخر الشهر إلى الأبد. العبرة: الأمانة لا تضيع عند الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من حيث لا يحتسب.